بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 5 شعلة 90. البوتاجاز طبعا الناس كلها بتشتكي من المفاتيح وسخونية المفاتيح، والمفتاح احيانا بيمسك بيقفش على الفتح ما يعرفوش يعملوا حاجة غير ان هم يقفلوا الغاز. فانا بنعمل حتة صاجة كده حماية او عازل للسخونية بتاعة الشواية. ادي حتة الصاجة، هي الحتة دي 8 سنتي. خدوا بالكم بقى من المقاسات. ادي 8 سنتي وبنزل 4 سنتي كده اهو. دي 4 سنتي وبخش جوه بسنتي اهو. ادي حته الصاجه دي بتركب فين؟ في السقف. ان يكون بوتاجاز، وديت العرض بتاعها ده 75 الفرن، فاحنا هنخليها 74 ونص عشان تركب مستريح. ديت 74 ونص. بعدين بنفتح الباب كده وبتركب ب3 مسامير. انا مخرب طبعا 3 مسامير. هي بتركب كده اهو. دي مقاسها اهو. ادي المقاس اهو. بتركب مستريح. لو عملتها 75 هتتعبك شويه، لكن 74 ونص هتركب معاك كويس، او 74. ادي انا مخرمها 3 خرام عشان يبقى تركيبها يبقى سهل. اخرمها بره عشان اخرمها في السقف تبقى العمليه سهله اهو. فالسخونيه دي من كذا حاجه. الجوان الاحمر ده لو مقطوع من النص، مع النص الناس بتبقى سايباه. لا، طالما اتقطع من النص لازم ترميه، تقطع تشيله كله. لكن لو اتقطع من الجناب ممكن، مش مشكله. اهم حاجه اللي فوق ده سليم. اتقطع يتشال ويتغير، او ما يتغيرش لو عامل حته الصاجه دي، بس لازم يتشال كله. ادي اول مسمار عملته اهو. والسبب التاني، لو السوست مرخيه، السوست لو خفيفه هتطلع الصهد برضو ايه على المفاتيح. فحته الصاجه دي عم معموله ليه؟ يعني عشان معموله شبه كده ستاره. الشوايه، صهد الشوايه لما بيطلع عليها بيلاقي ايه؟ بيلاقي فيه مصد. الحته اللي نازله انا ماسكها دي اهي، بيلاقي مصد. فبيعمل ايه؟ السخونيه بتجري على اي حته فيها هواء، تهويه بيجري على المدخنه اللي في البوتاجاز من جوه، بيطلع من ورا. وبخرم الخرم التاني اهو. ده بتخف سخونيه على المفاتيح بنسبه كبيره يعني. احنا مجربينها والناس مبسوطه بيها. والحمد لله. يعني البوتاجازات الجديده دلوقتي نازله بيها، نازله بحته الصاجه دي. الخرم التاني اهوت. انا عامل فيديو على بوتاجاز تكنو جاز. اي نوع بوتاجاز يعني. هي اهم حاجه ايه؟ بتاخد مقاس الفرن. لكن المقاسات اللي ثابته اللي هي 8 سم في 4 في سم. اللي مش ثابت بقى، المقاس اللي مش ثابت ايه؟ الفرن نفسه. شوف عرض الفرن قد ايه. في ال 45 نعمله 44، في 43 نعمله 42، عشان ايه؟ يركب مستريح. ان البوتاجازات كلها كانت بتتباع وفيها حته صاجه كده ايه، بتتحط بين الباب والبوتاجاز. فالناس عايزه تقفل الباب والبوتاجاز، الناس عايزه تقفل باب البوتاجاز وتشغله. لكن حته الصاجه دي بتتحط، لازم الباب يكون مفتوح. بتطلع ايه؟ الصهد من الجنب. طب انا عايز اشغل الفرن او الشوايه والباب مقفول، لازم اقفله. فحته الصاجه دي ثابته بقى. تفتح الباب يقفل الباب، دي ثابته معاكم. دي والله حته صاجه يعني صغيره اهيت، بس مهمه جدا. وبتشيل السخونيه جامد عن المفاتيح، عشان المفاتيح طبعا بتسيح وبتقفش وبتعمل مشاكل كتيره. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.